لكن اعتقد اسمه هشام علي. نشوفها مع بعض يا جماعه. التلفزيون المصري لكل المصريين مؤيدين ومعارضين، أرجو احترام الشعب وليس كل معارض للانقلاب. إخواني نحن أيضا من شعب مصر، اتقوا الله فينا. هذا البرنامج بتاعنا ليس لتجعلوه شتيمة وقلة أدب في المؤيدين أو المعارضين للانقلاب أو لبس أخبار مغلوطة وإشاعات. الكهرباء لسه بتقطع والأسعار عالية والوضع سيء، أنتم تقتلون عقولنا وتختلوها بآرائكم وأفكاركم وليس كل الشعب على فكر واحد. أستاذ هشام، يعني حضرتك في رسالتك اتهمتنا بالشتيمة وقلة الأدب، كل ده مش مهم، احنا مسامحين في إهانتك لينا يعني، لكن عايزين بس نقول لك حاجة واحدة. أولا هو مش انقلاب، ده يعني مبدئيا، لانه ما فيش انقلاب بينزل 33 مليون مصري، والبعض بيقول اكتر من كده، والشوارع طبعا اكيد كانت واضحه قدام حضرتك. ما فيش اي مشكله ولا ادنى مشكله في الاختلاف ابدا، وبالعكس احنا بنرحب بالاختلاف، وما فيش على وجه الارض ناس بتتفق على حاجه ابدا، ده شيء مستحيل. لكن برضو في حاجه مهمه جدا ومعلومه لازم حضرتك تحب تعرفها، وكل اللي بيقول انتوا ليه ما بتعرضوش. اولا اللي بيقرب بس من اي منطقه محيطه بربعه او بالنهضه يعني بيبقى كافر، غير انه بيبقى كافر، غير امن على حياته. وياما مراسلين من التلفزيون المصري ومن قناه الاخبار وزملاء اعزاء وممكن ان احنا نبقى نعرض تجاربهم، يعني حصل لهم ايذاء بدني ومعنوي بشكل واضح جدا. زائد انه حضرتك لازم تعرف، لو انت طبعا بتتابع الناقل الرسمي للاعتصامين ده من خلال على فكره عربيات التلفزيون المصري اللي حضرتك بتدفع ضريبتها، اتخذت دلوقتي عشان تستخدمها قناة الجزيرة عشان تبث كل اخبار الاعتصام هناك. واكيد طبعا يعني حضرتك بتتهمنا احنا، انا والاستاذ اسامه، بالشتيمه وقله الادب. فحضرتك لو تفتح بقى قناه الجزيره وتشوف الارسال طول اليوم في ايه، ومسألة الأسعار العالية ومسألة الكهرباء، محدش قال إنه في حد معاه عصاية سحرية، لكن اللي احنا عشناه في السنة اللي فاتت دي احنا ممكن نقعد نتكلم فيه سنين طويلة جدا. عند حضرتك رد سريع يا أستاذ أسامة؟ سريع جدا. لا أنا عايز أقول له ربنا يسامحك وخش اتغطى ونام. طب احنا هنختم مع مخرجنا الحقيقه محمد رفعت مجهز لنا ختام يعني بناء على طلب الجماهير. خلونا نشوف. نشكركم جدا، تصبحوا على خير.